اهلا بيكم طلاب بريب 1 في فيديو جديد. في الفيديو بتاعنا النهارده احنا هنتكلم على ليسون 1 عندنا في يونت 4 البروبابيلتي. واحد من احسن الدروس عندنا واسالهم هو الراندوم اكسبيرمنت والسيمبل سبيس والايفنتس. تعالوا مع بعض كده نعرف يعني ايه الكلام ده. اول حاجه عندنا الراندوم اكسبيرمنت او التجارب العشوائيه، دي بتتلخص عندنا في نقطتين اتنين. اول نقطه عندنا بيقول لك all possible outcome، يعني كل الاحتمالات الوارده. يعني افرض انا دلوقتي رميت جنيه، الجنيه ممكن يطلع حاجه من الاتنين، يا هيد يا ايه يا تيل، يعني يا ملك يا كتابه. تمام، يبقى هو ده اللي احنا عارفينه ونحطه في ست كده يبقى هيد يا تيل. يبقى هو كل الاحتمالات اللي احنا عارفين انها هتطلع، يعني اكيد انا لو رميت جنيه هيطلع يا هيد يا تيل. تمام. وتاني حاجه عندنا بيقولك ان انت you can't be sure which outcome will happen، يعني انت مش عارف انت لو رميت الجنيه هيطلع ملك ولا كتابه، بس انت عارف ان هو يا هيطلع ملك يا هيطلع كتابه، بس انت مش متأكد ان هو هيطلع ملك مثلا لو رميته. تمام. تعالوا بقى نبص على الكلام ده اكتر ونعرف واحدة واحدة يعني ايه الكلام ده. دلوقتي هو مدينا 4 كروت، ودلوقتي في واحد عارف ان في 4 كروت متراكمين. هو عاوز يعرف الكلام ده عندنا راندوم اكسبيرمنت ولا لا، يعني هو تجربة عشوائية ولا لا. لما نيجي نبص عندنا هنا دي ارقام مختلفة، ففي احتمالية ان هو يطلع مثلا رقم 2 رقم 1 رقم 3 رقم 4. تمام، يبقى دي عندنا نقدر نقول عليها انها راندوم اكسبيرمنت. انما لو كل الارقام شبه بعضها هي دي هتبقى راندوم اكسبيرمنت او هتطلع لنا حاجه مختلفه. لا يا مستر مش هتطلع حاجه مختلفه، لان اوريدي كل الارقام عندنا 1 1 1، فمش هتطلع حاجه. يبقى دي عندنا مش راندوم اكسبيرمنت. نفس الكلام هنا، لو جبت لك ورقه بيضاء وما فيهاش اي حاجه، وعاوز بس تعرف لما اجي اغمي عين الطالب ده واجي اقول له طلع ورقه، طب ما هو طبيعي يطلع نفس الورقه لان كلهم شبه بعض، فبالتالي دي برضو مش هتبقى راندوم اكسبيرمنت. تعالوا بقى ننتقل على حاجه حلوه عندنا وهي السمبل سبيس او الاوتكم سبيس. يعني ايه يا مستر سمبل سبيس؟ زي ما قلنا لو انا جيت قلت لك مثلا احتماليه ان انا اجي ارمي جنيه هيطلع يا هيد يا تيل، صح؟ طب ما هو هيد يا تيل ده احنا بنطلق عليه اسم الاس. الاس دي اهو لما اجي اقول لك كده ان انا بتكلم على سمبل سبيس يبقى بنقول الاس. ايه بقى يا مستر الان اس دي يا مستر؟ الان اس دي دول عددهم كام؟ 1 2. يبقى احنا عندنا الان اس بتاعنا هتبقى كام يا مستر؟ هتبقى 2. يبقى احنا بنشوف العدد اللي جوه الست بتاعتنا. يبقى احنا كده عرفنا ان ال NS بتاعتنا بكام يا مستر؟ ب 2. تعالوا بقى نبص على امثله على الكلام ده ونعرف اكتر الدرس بتاعنا. يقول لك identify which of the following experiment is random and which is not. عاوز يعرف ايه هي الراندوم اكسبيرمنت عندنا وايه اللي لا، وكمان عاوز يعرف ايه هي السمبل سبيس، وعاوز يعرف الرقم بتاعها كمان. اول حاجه بيقول لك انا لو رميت جنيه مثلا، والجنيه ده احتماليه ان هو يظهر على اي حاجه، يعني هو ان هو يظهر ملك او كتابه، فاجي اروح قايل له ايه؟ تعالوا نبص مع بعض كده. اولا دي راندوم اكسبيرمنت. ليه يا مستر؟ لانها فيها حاجتين، فيها الهيد وفيها التيل. يبقى ده اول حاجه عندنا. تاني حاجه بقى، كنا قلنا بنجيب ال NS ازاي يا مستر؟ ال NS بتاعتنا كانت بتيجي عن طريق ان انا اعد الحاجات اللي جوه الست، الهيد والتيل. لو جينا بقى بصينا على السؤال اللي بعد كده بيقول لك درو ا بول فور 4 ايدنتيكال ريد بولز، يعني هو دلوقتي الاربع كرات عندنا هم ريد، فبالتالي لو احنا عندنا 4 كرات نفس الشكل يبقى دي عندنا ايه؟ هتبقى راندوم اكسبيرمنت مش راندوم اكسبيرمنت. ليه يا مستر مش راندوم اكسبيرمنت؟ لان احنا عاملين 4 كرات الاربعه شبه بعض، فبالتالي احنا لو طلعنا اي كوره هتطلع كلهم زي هما بعض، فهتبقى نوت راندوم اكسبيرمنت. نبص بقى على تالت حاجه عندنا. تالت حاجه بيقول لك درو ا كارد فروم ا سيت اوف ايدنتيكال كارد، بس المره دي بقى مديك من 10 ل 15، يعني 10 و11 12 13 14 15. دلوقتي دي طبعا هتبقى راندوم اكسبيرمنت. ليه؟ لان في احتماليه يطلع حاجه من الحاجات دي، والان اس بتاعتنا او الحاجه اللي احنا هنعدها كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى 6. يبقى احنا عندنا الان اس بتاعتنا كام؟ 6. لما نيجي نبص بقى على السؤال الرابع بيقول لك drawing a ball from a box containing 5 identical ball، يعني of unknown color. يعني هو دلوقتي مديك 5 كور نفس الشكل بنفس الحاجة بكولر مش معروف، بس مديك 5 كور، يعني كورة 2 3 4 5، 5 كور. فبالتالي 5 كور انا لو طلعت اي كورة منهم هتبقى واحدة، فعشان كده هقول ان دي مش راندوم اكسبيرمنت. يبقى احنا كده عرفنا امتى نقدر نقول انها راندوم اكسبيرمنت وامتى ما نقولش انها راندوم اكسبيرمنت. تعالوا بقى نبص على المثال التاني عندنا. بيقدر دلوقتي في اكسبيرمنت هو رمى جنيه، بيقدر دلوقتي عنده حاجتين، عاوز يا يطلع يا هيد يا تيل، عاوز يعرف السمبل سبيس بكام والنمبر هتبقى بكام لو رمى نفس الكلام ده امتى؟ مرتين ورا بعض. يعني عايزين نركز في الجمله دي كويس، يعني هو دلوقتي رمى جنيه مرتين ورا بعض. عندنا كام احتمال؟ عندنا اول حاجه ان احنا نقدر نرمي الزهر يا يطلع هيد يا يطلع تيل، صح؟ يعني احنا لو رمينا الزهر مره يا هيطلع ملك يا هيطلع كتابه.
وبعد ما نرمي الزهر مره. طب ما ممكن بعد ما نرمي اول مره تطلع ملك، ممكن تاني مره تطلع ملك، او ممكن تاني مره تطلع كتابه، صح؟ او لو انا بدات وطلعت كتابه، طب ما ممكن اطلع ملك وممكن اطلع كتابه. يبقى ده الشكل اللي عندنا، يبقى يا هيد يا هيد، يا هيد يا تيل، يا تيل يا هيد، يا تيل يا تيل. هتبقى الاربعه دول. فيبقى كده السمبل سبيس بتاعتنا او الست بتاعتنا بتتكون من الاربع حاجات دول كده بصنفهم اكنهم حاجه واحده بس. يعني هيد وهيد، يعني اقدر اقول دي واحد، ودي كده اتنين، دي تلاته، دي اربعه. فيبقى بالتالي ال اس بتاعتنا بكام؟ بفور. يبقى فكره السؤال بتاعنا ده كلها ان هو لما رماها مرتين، عاوزك تعرف وتركز في الحاله دي قوي. ممكن يطلع احتماليه تطلع هيد يا يطلع تيل، او يطلع بقى هيد 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 تيل ده في المره الثانيه، او تيل هيد تيل تيل. تعالوا بقى ننتقل على الحاجه اللي عندنا بعد كده. تعالوا ننتقل عندنا بقى على الايفنت والاشكال بتاعته. الايفنت عندنا بيتكون من اربع حاجات، يا يبقى certain event او الايفنت اللي هو اللي احنا عارفين ان هو هيطلع، زي لما يجي يقول لك is an event that must occur when carrying out the random experiment. يعني انا لما اجي ارمي مثلا الجنيه لازم يبقى ملك او كتابه، تمام؟ والامبوسيبل ايفنت، يعني انا لو رميت جنيه وطلع ايه، احنا عارفين ان هو هيبقى حاجه من الاثنين، يا هيد يا هيبقى تيل. ممكن يطلع مثلا واحد، مستحيل يا مستر. فيبقى بالتالي ده الامبوسيبل. وذا سمبل ايفنت ده بيبقى ايه؟ بيقول لك the subset of the simple space that contain only one element، يعني الحاجه اللي احنا عارفين انها هتطلع element واحد. والبوسيبل ايفنت ده اللي احنا قلنا عليه ان هو يا هيطلع حاجه من، يعني بيطلع حاجه واحده او حاجه اكتر من كده. طيب يا مستر انا مش فاهم حاجه من الكلام ده، تعالوا بقى نشرح الكلام ده واحده واحده كده مع بعض. بيقول لك اول حاجه في اكسبيرمنت ان هو رمى عادي الزهر، والزهر ده طلع له حاجات. تعالى بقى نعرف ايه الكلام اللي ظهر عندنا ده بقى، وامتى نعرف انها سيرتن وامتى امبوسيبل وامتى الكلام ده. دلوقتي احنا عندنا الزهر لما بيترمي بيطلع كام؟ احنا عارفين ان هو ممكن يطلع يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6، عشان هو زهر عادي، تمام؟ تعالوا نبص على اول سؤال، بيقول لك get a number greater than or equal 3، يعني يبدا من ال 3 ويكمل، يبقى 3 4 5 6. يبقى الايه عندنا 3 و4 و5 و6. بي بقى عندنا بيقول لك عاوز الايفنت get a number less than 5، اقل من 5. يبقى ما قالش equal 5، يبقى 4 و3 و2 و1، يبقى 4 و3 و2 و1. سي بقى عندنا بيقول لك حاجه divisible by 2، يبقى عندنا ال2 وال4 وال6. تعالوا بقى نبص على دي، بيقول لك getting an odd number and not prime. دلوقتي احنا كلنا عارفين الاود نمبر، بس هو عايزه ما يطلعش برايم، التلاتة برايم والخمسة برايم. يبقى احنا كل اللي هناخده هو الواحد بس. تعالوا بقى نبص على السؤال الخامس عندنا. السؤال الخامس عندنا بيقول لك عاوز رقم اكبر من 2 واصغر من 3. في الكلام ده هنا اصلا مفيش حاجه هنا، فبالتالي يبقى عندنا الفاي، وده هو احتماليه الامبوسيبل ايفنت، الحاجه اللي مستحيل تطلع. يبقى مستحيل ان انت لما ترمي زهر يطلع رقم اعلى من 2 واكبر من 3. تعالوا بقى نبص على رقم 6. رقم 6 عندنا بيقول لك بقى دلوقتي get a number between 0 and 7، يعني هيطلع كل الارقام دي، فيبقى ده السيرتن ايفنت. يبقى السيرتن ايفنت عندنا اللي هو هيطلع كل الارقام. وفي رقم 4 عندنا هنا طالما احنا طلعنا حاجه واحده بس، يبقى بنسميها السمبل ايفنت. تمام لحد هنا؟ تعالوا بقى نبص على مثال كمان عندنا، ويبقى كده نكون خلصنا شرح الدرس كامل. هو درس لذيذ وسهل، بس محتاج ان احنا ناخد على الدرس ونحل اكتر من مثال. دلوقتي عندنا بيقول لك هو مدير ست 1 و2 و3 و4. دلوقتي بيقول لك ان هم 2 ديجيت، يعني مثلا 12 21 هكذا. دلوقتي بيقول لك هو عاوز يعمل ايه؟ عاوز تكتب السمبل سبيس، وعاوز يعرف الايفنت بتاع كل حاجه منهم. دلوقتي عاوزين نجمع بقى الاحتماليه. احنا عندنا 1 و2 و3 و4. الواحد ده عشان يبقى ايه؟ حاجه مكونه من رقمين، يبقى ممكن 1 و2 1 و3 1 و4، يبقى 12 13 14. طيب الاثنين، طب ما الاثنين ممكن تبقى 21 23 24. يبقى احنا بناخد الاثنين وبعدين نحط بقيه الارقام اللي موجوده اللي هي 1 و2 و3 ونجمعهم مع بعض، يبقى 2 1 2 3 2 4، هكذا في ال 3 هكذا في ال 4. فبيطلع عندنا في الاخر ان السمبل سيت بتاعتنا، السمبل سبيس بتاعتنا هتبقى بالرقم ده او بالشكل اللي قدامنا ده. تعالوا بقى نبص الاسئله اللي هو عايزنا نحلها. بيقول لك اول حاجه الايفنت اوف 10 ديجيت از اود. هو عاوز يعرف امتى ال 10 ديجيت يبقى اود. يعني مين ال 10 ديجيت؟ اللي هو ده. يبقى هنا رقم واحد ده طبعا اود، يبقى ده وده وده، يبقى 12 13 14. وبعدين عندنا كام؟ ال 31 32 34. يبقى ده عندنا اللي هو مين؟ اللي هو الاود. هو عاوز يعرف السم اوف ذا 2 ديجيت از 7. عاوز يعرف حاجتين لو جمعناهم يطلع 7. ايه يا مستر لو جينا بصينا كده الفور والثري، الفور والثري والثري والفور، الاثنين لو جمعناهم بيطلع عندنا كام؟ 7. دلوقتي عايز نمبر ديفيزبل باي 7، او ان انا اقدر اعمل ديفايدد ل 7. ال 14 تنفع وال 21 تنفع وال 42 تنفع، تمام؟
في الدي بقى عندنا بيقولك عاوز number 3 is larger of the two digit. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ هو عاوز يعرف لما نيجي نعمل كده الارقام دي كلها، عاوز رقم 3 ده يبقى اكبر من الرقم اللي جنبه. طيب ما هنا نافعه، هنا برضو نافعه، هنا نافعه، هنا نافعه، هنا مش هتنفع علشان الفور اكبر من ال3. فبالتالي يبقى احنا خدنا مين؟ ال13 وال23 وال31 وال32. بكده يبقى الدرس بتاعنا هيكون خلص. تمام، احنا كده عرفنا الفكره والافكار بتاعت الدرس بتاعنا هتبقى عامله ازاي. فياريت طبعا تركز في الفيديو ده كويس وتعرف ان الدرس سهل جدا زي ما احنا قلنا. تعالى بقى نلخص الدرس كده في جمل بسيطه. لما نيجي نبص عندنا كده، احنا كنا قلنا اول حاجه خالص الراندوم اكسبيرمنت دي يا مستر يعني ايه؟ قلنا انها احتماليه انها تطلع اي رقم هيد وتيل من الحالات الموجوده، واحنا ما نعرفش هتطلع هيد بالظبط ولا تيل بالظبط. ودخلنا على ايه بقى؟ على سيمبل سبيس. عرفنا ان السيمبل سبيس ده اللي هو بتبقى الست بتاعتنا، والان اس اللي هي تبقى 2. وعرفنا امتى نقدر نقول على الايفنت بتاعتنا مثلا انها تبقى certain event، impossible event، simple event، possible event. يبقى كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا، واتمنى يكون الدرس عجبكم ان شاء الله. وما تنساش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان نقدر ننزل دروس تانية ان شاء الله. سلام.